ما أنا مش هاسيبِك محتارة تعملي إيه في الحر ده، لإن ما فيش أحلى من حاجة ساقعة لذيذة وبتدوب في البُق دوبان زي تورتة المانجا بتاعة النهارده. 3 طبقات من السعادة، طبقة سبونج بيتي ناعم وهش جدًا، وطبقة كريمة خفيفة وسكرها مضبوط، وأخيرًا ملكة الصيف وهي المانجا، بتدوب في البُق دوبان في كل معلقة. كل اللي هيدوقها مش هيصدق أبدًا إنِك عاملاها في البيت وهيفتكروها من محل الحلويات. لايك وشير للفيديو، يالّا بينا نبدأ في المقادير والطريقة على طول. هنحضر دلوقتي طبقة الاسبونج. الطبقة دي طبقة واحدة بس، انا مش محتاجة اكتر من كده. لتحضير طبقة اسبونج واحدة هيكون عندي بيضتين ساقعين من التلاجة، وهيكون كمان عندي نص كوباية من السكر، والسكر بتاعنا يكون حبيبات وناعمة، ويكون كمان فاتح اللون، وكمان فانيليا. هنضرب السكر مع البيض حلو جدا. طبعا احنا لو محتاجين تورتاية كبيرة 3 طبقات هنضاعف المقادير نضربها في 3. هضرب البيض مع السكر والفانيليا لحد ما اللون يفتح كده ويزيد ويهيش معايا. بعد كده هيكون عندي نص كوباية مية ساقعة متلجة. الاسبونج البيتي ده لازم يكون البيض ساقع والمية ساقعة. هحتاج نص كوباية من المية الساقعة، وهضيف كمان معلقة صغيرة من محسن الكيك الجل، ده بيتجاب من عند مستلزمات الحلواني وبقى متوفر في كل مكان دلوقتي. هضيف كمان كوباية كاملة من الدقيق. الدقيق ده متعدد الاستخدامات. وهضيف كمان تلت كوباية من النشا، وكمان معلقة كبيرة ممسوحة من البيكنج باودر. ونبدأ ان احنا نضرب كل ده مع بعض وكل المكونات دي مع بعضها لمدة 4 ل5 دقايق لحد ما تحسوا ان القوام تقل واللون افتح كده والقوام تقل في المضرب. انتوا هتلاحظوا وانتوا بتضربوا. ضربت الاسبونج لحد ما وصلت للقوام ده. طبعا هتلاحظوا ان الخليط عالي كده في البولة اللي بتضربوا فيها والقوام تقل بالشكل ده كده. تعالوا اوريكم القوام بقى. لو اخف من كده وسايل يبقى الاسبونج بتاعك من البدايه كده مش هيطلع مظبوط معاكي، لكن القوام ده هو المظبوط. لا يكون تقيل زياده عن اللزوم ولا يكون خفيف زي الميه. تمام، عرفنا الاسبونج، عرفنا المقادير بتاعته. دي مقادير طبقه اسبونج واحده. تقدروا تضاعفوا لحد 2 و3 من المقادير دي عشان توصلوا لحجم تورتايه حلو. انا عندي هنا صينيه وهخبز طبقه الاسبونج دي في الكادر بتاع الصينيه اللي بتتفتح وبتتقفل دي. القاعده بتاعتها متحركه علشان هي دي اللي هعمل فيها التورتايه من البدايه للنهايه، فعشان يعني ما نستخدمش كده ادوات ياما. طبعا انتوا تقدروا تعملوا في صينيه عاديه خالص. الصينيه دي مقاس 24. حطيت ورقه زبده من تحت وبنبدا ان احنا ندهن ورقه الزبده وبندهن كمان جوانب الصينيه، وهحط الاسبونج واسويه كويس جدا. وبالنسبه للتسويه بكون مشغله الفرن على درجه حراره 180، وتكون الشبكة في النص. هيدخل الفرن مش هياخد أكتر من تلت ساعة لأن الطبقة رفيعة جدا وهتستوي معاكم على طول. بعد التلت ساعة تضغطوا على الاسبونج من فوق بتلاقوه بيرد تاني، يبقى كده استوى وزي الفل. بندخل عود شيش أو سكينة رفيعة بتطلع نضيفة يبقى كده استوى معانا. بنطلعه نسيبه يهدى شوية ونقلبه، نشيل ورقة الزبدة بالشكل ده كده. وبصوا بقى طبقة الاسبونج بتاعتنا في منتهى اللذاذة وهشة جدا. ابتدي ان انا اقشر وش الاسبونج كده، بيبقى فيه طبقة بتلزق بسيطة على الوش، يعني دي مش مستحبة خالص، بيبقى فيها ريحة بيض كده قوية فبنتخلص منها. اجيب بقى القاعدة اللي انا هقدم عليها التورتة وهقلب طبقة الاسبونج دي على الوش واخلي القاعدة هي اللي من فوق. وبصولي على جمال الاسبونج، تحفة في منتهى الجمال. طبقة الاسبونج ده هش جدا جدا، ممكن تسقوه ممكن ما تسقوهوش، هنشوف مع بعض. انا محتاجة دلوقتي شوية جيلي كده يكونوا باردين. هجيب كوباية مية سخنة، تكون سخنة بتغلي كده من الكاتل او من البوتاجاز، عايزاها مغلية. هحط على المية باكيت جيلي مانجا وهدوب الجيلي كويس جدا. وبعد ما اتاكد ان الحبيبات الجيلي دابت تماما بنزل بنص كوبايه من الميه البارده، وانا كده بسرع من تبريد الجيلي. هسيب الجيلي ده يبرد تماما تماما قبل ما استعمله. للمانجا هيكون عندي منجايه كده تكون وزنها حلو، يعني المانجايه دي كانت معديه نص كيلو بحاجه بسيطه. استعملوا اي نوع مانجا يكون بس متماسك، يتقطع مكعبات او شرايح. المانجا اللي معايا دي كانت نعومي، ابتديت ان انا اقشرها وابتدي اخلص بقى اللحم من البذره. اقطع مكعبات تكون متوسطه لا صغيره ولا كبيره. تقدروا تزودوا في الكميه، تحطوا مانجايه كمان حسب ما انتوا عايزين. قطعت المانجا بالشكل ده وهحطها في التلاجة على ما احضر الطبقة التانية للتورتة. الطبقة التانية كريمة خفيفة ظريفة ناعمة ومش مكلفة خالص. هيكون عندي كوباية مية ساقعة متلجة، هضيف على المية 3 معالق كبار من السكر، وهضيف كمان معلقة كبيرة من النوتيلا البيضة اللي هي الشوكولاتة البيضة.
بتدعم لي الطعم كده وتخلي الطعم لذيذ. وهنزل كمان بحوالي كوباية الا ربع من الكريمة الشانتيه. أنا نزلت بنص كوباية ونزلت كمان بربع كوباية، بس كانت الكاميرا فاصلة، يعني كوباية الا ربع من الكريمة الشانتيه وكوباية مية ساقعة متلجة، 3 معالق كبار من السكر ومعلقة من النوتيلا البيض. نضرب الكريمة لحد ما القوام يتقل وتبقى بالشكل ده. تضربه من 3 ل4 دقايق حسب نوع الكريمة عندكم. مهم جدا تكون المية ساقعة متلجة، لأن في الجو الحر ده مش هتربط معاكم مع الضرب. هنا عندكم خيارات بالنسبة للكيك، ممكن تسقوه ممكن ما تسقوهوش. انا سقيته هنا بربع كوباية بس من اللبن، ما تكترش عن كده عشان ما يعجنش. ربع كوباية لبن او حليب عليها معلقة سكر، مش اكتر من كده، وممكن كمان تسقوا بشربات خفيف. حطيت الكريمة في كيس تزيين علشان يبقى الموضوع سهل كده ونضيف معايا وانا بضيف الكريمة. حطيت الكريمة كلها، كل كمية الكريمة، مش كتير ولا حاجة، تبقى مناسبة جدا. سبونج من تحت وفي طبقة مانجا كده بجيلي، فهتبقى مناسبة جدا. ابتديت ان انا اساوي الكريمة بالشكل ده، اساوي السطح حلو جدا. مش لازم يكون بيرفكت قوي، بس تكون الكريمة كده مستوية لان هتبان من الاجناب طبعا. بعد ما سوينا الكريمة بالشكل ده هبتدي ان انا اضيف المانجا اللي احنا قطعناها مكعبات. للعلم يعني وللأمانة أنا ضفت شوية كمان من القطع المانجا، يعني كانت حبة المانجا اللي احنا عملناها مع بعض وكمان شوية صغيرين عشان التورتاية كده تبقى مليانة قطع مانجا ولذيذة. هساوي بقى قطع المانجا دي كويس جدا وأداري الكريمة دي تماما. أنا مش محتاجة الكريمة تبان خالص، أنا عايزاها تبقى كلها كده قطع مانجا من فوق. والجيلي عندي كان برد تماما تماما. الجيلي لو سخن السخونة بتاعته هتوصل للكريمة، الكريمة هتطلع على فوق وهتبقى الموضوع باظ خالص منك. فلازم الجيلي يكون برد تماما. هدخل التورته التلاجة مش اقل من 5-6 ساعات لحد ما تمسك تماما، وبتخرج بمنتهى السهولة بسكينة رفيعة كده، على نمشي بيها على الأجناب ونفك الكدر. وبقى عندنا أسهل تورتاية في الدنيا، مش هتاخد في إيديكي ساعة زمن في التحضير. قطعة بقى من الداخل علشان تشوفوا جمالها، طبقة سبونج ناعمة وهشة تحفة قوي، ما تسقوهاش كتير بس عشان ما تعجنش منكم. وكمان طبقة كريمة ناعمة وحلوة قوي، ومن فوق كده قطع مانجا بتدوب زي الزبدة، وفوقيها جيلي مانجا، حاجة كده خطيرة. قدميها بقى لضيوفك، خديها هدية في أي مناسبة، أعياد ميلاد، خديها وانتي بتباركي لحد على النجاح، يعني هتنفع معاكم كده في كل المناسبات وكل الأحوال. هشة طرية ناعمة، أنا مش هوصف لكم، مش هقدر أوصف لكم جمالها، هي باينة جدا من الصورة. وبس كده، ده كان فيديو النهاردة. أتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكم. لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب للقناة لو أول مرة بتشوفوني. أشوفكم على خير ومع السلامة.